طلعت لقيت بنتي في الصالة عملت كده بالصلصال في الحيطة. كأي أم مصرية أصيلة كنت عايزة ألطم وأصرخ وألم الناس عليا، خصوصا إن الصلصال ناعم قوي وبيلزق لأنه جديد لسه، والحيطة بيضة وأي دعك فيها جامد بيخليها تقشر أساسا. وخصوصا برضو إن احنا مش صغيرين على التصرفات دي، احنا كبرنا وعارفين إننا غلط نوسخ الحيطة أكيد. تملكت أعصابي وسكت خالص، راقبتها من بعيد عشان أفهم الأول. لقيتها بتحاول تمسحه بإيديها فبهدل الدنيا أكتر. أحبطت بقى وقلقت وخافت واتوترت جدا. هي مش خايفة مني لكن هي خايفة على زعلي، فوقفت جنبها طمنها وقلت لها فكري وشوفي هنمسحه بإيه طيب. فراحت تجيب منديل تحاول تمسحه وبرضه مش نافع، راحت سكتت شوية وفكرت تجيب وايبس وتمسح بيه. وهي بتمسح سألتها ليه يا لولو طيب حطيتي صلصال على الحيطة؟ مش احنا عارفين ان كده غلط؟ انا طبعا كان جوايا بركان غضب بس اتكلمت بهدوء. فاجئتني بردها سوري يا ماما مش قصدي، بس انا رسمت رسمة حلوة على السبورة الصغننة وكنت عايزة الزقها على الحيطة بالصلصال زيك عشان يكون بيتنا شكله حلو كده. وشاورت لي على زينة عيد ميلادها اللي انا كنت ملزقاها بالبلوتك على الحيطة. هي يا روحي افتكرتني بلزق بصلصال مش مادة معينة بنلزق بيها، وراحت توريني الرسمة وانها زعلانة قوي انها وهي بتحاول تلزقها الرسمة اتمسحت منها كمان. يعني هي كانت زعلانة على الرسمة ومتضايقة على الحيطة اللي باظت وخايفة كمان على زعلي، فبتحاول تنضفها بأي طريقة. تخيلوا لو كنت صبيت كل غضبي وبركاني ده كمان عليها، كانت قد ايه خافت واتحطمت ويمكن كرهت ترسم او كرهت تحاول تساعد تاني، ده غير ان علاقتنا كمان هتتوتر قوي. طبطبت عليها وقلت لها الرسمة كانت جميلة قوي فعلا، ولا يهمك تعالي ننضف الحيطة سوا ونقعد نرسم واحدة أحلى منها. جالها حماس رهيب أول ما قلت لها كده، وفعلا نضفت الحيطة كويس جدا وقعدت ترسمها تاني. وهي بترسم قلت لها انت عارفة ان ماما مش بتلزق الزينة على الحيطة بالصلصال، لا، ماما بتلزقه بحاجة اسمها بلوتك بنشتريه من المكتبة. وقمت ووريتها شكله وخليتها هي اللي تلزق الرسمة على الحيطة بنفسها. وقعدنا نسقف ونقول ايه الشطارة دي، تحفة، برافو عليكي. محتاجين نفهم تصرفات الأطفال وإيه السبب وراه، لأنهم بنسبة كبيرة عندهم سبب ومنطق كمان للتصرف ده. بنتي اتعلمت إيه من التصرف ده؟ إننا عادي جدا نغلط ونتعلم من غلطنا، اللي أنا متأكدة تماما عمري ما هكرر التصرف ده. عادي لما نغلط ونعتذر، ماما بتحبني بس بتزعل من التصرف مش بتزعل مني أنا كشخص. اني حاولت ادور بنفسي على طريقة احل بيها المشكلة واجرب كذا حاجة عادي، حتى لو فشلت هنجح في الاخر. اني اسأل الاول ماما ينفع استخدم الحاجة دي في كذا ولا لا. واني عرفت معلومة جديدة ان في حاجة اسمها بلوتك بيلزق الحاجة على الحيطة، ودي حاجة مختلفة حتى لو هي نفس شكل الصلصال. واخيرا مفيش اي موقف او تصرف هيوتر علاقتي انا وماما ابدا. عايزين دايما نتعلم ان احنا قبل ما نهاجم الطفل او قبل ما نتصرف اي تصرف نندم عليه بعدين، ان احنا نحاول نفهم تصرف التصرف ده ليه.